بص، لو انت بتشطب ومش عايز يتنصب عليك شويه في موضوع العفش ده، خاصه موضوع الخشب، لازم تبقى فاهم كويس قوي موضوع انواع الخشب والفرق، وازاي تفرق ما بين الخشب الكويس والخشب اللي مش كويس، خاصه في موضوع الكونتر. لان انا الكونتر عندي في السوق هو مش خامه واحده ولا مصنع واحد ولا حاجه. انا عندي كونتر طبقات، وكونتر بيبقى عادي اللي هو السدايب ده، وعليه طبعا طبقات تانية اللي هي بتركب عليها الفينش، اللي هي طبقه الحور، وطبقه الفينش النهائي اللي هي اتش بي ال. فانت لما بتيجي تختار الكونتر بتاعك لازم تحدد هل انا محتاجه طبقات، بس الطبقات غالي، يعني احنا بنتكلم في سعر متر تقريبا 6500 جنيه، ولا انا عايزه حاجه نظيفه مثلا زي جود وود او اي ماركه تاني بتديني خامه نظيفه، حاجه شبه كده. تعال بص معايا معلش يا محمد، بص التقفيل ده بيبقى تقفيل اوتوماتيك مكن، والتقفيل ده بيبقى الخشب مجفف، فده بيديني فينش. انا عايزك تبص، شايف انت مش هتلاحظ اي فواصل، انت لو جيت تبص هتحس ان هي ايه، عباره عن حته خشبه واحده. طب انا الخشب اللي مش كويس بعرفه ازاي؟ انت لو جيت السدايب، الخشب السدايب ده بيبقى القطع فيه يا اما بالطول يا اما بالعرض. يعني انت لو جيت بصيت عليه، بص ده، هتقول 10 على 10 ما فيهوش غلطه، وهتقول ان ايه، الخشب نظيف وجميل وكل حاجه. ولكن لو جيت بقى تقطع بالعرض هتلاقي الشكل ده، الشكل ده بيقول لك ان الخشب ده الجوده بتاعته قليله. يعني ده لما ابقى محتاج اقلل قوي في الميزانيه هروح للخشب ده، هيبقى في الاول وفي الاخر اسمه كونتر، لان الناس برضو بتفضل ان هو يبقى خشب. ولكن التقفيل هنا مانيوال، الخشب مش احسن حاجه، السدايب الكلام ده كله. ولكن زي ما قلنا ان الشكل من الجنب العراضي لما بيبقى القطع ما بيبانش، بيبان لما يبقى ايه، القطع في الحاجات بالعرض مش بالطول يعني. برضو هنا نقطه مهمه قوي، انواع الخشب. يعني انا عندي ده كونتر برضو ونضيف وكل حاجه زي ما احنا شايفين، ما فيهوش اي حاجه اهو، كل الاحوال يعني. اللي بيفرق موضوع كام بلاي، يعني في حاجه اسمها 5 بلاي، وفي حاجه اسمها 3 بلاي، وفي 2 بلاي. بلاي دي اختصار كلمه بلاي وود، اللي هي خشب يعني رائد او طبقه خشب. فانا 5 بلاي دي معناها ان انا بيبقى عندي الخشب اللي في النص ده بيبقى اعرض مثلا من الخشب ال 3 بلاي، بيبقى اعرض شويه كعرض حلو. وعندي طبقه الحور اللي هي الطبقه دي، تعالى كده، ايوه. وعندي طبقه الفينش. الثلاثه بلاي طبعا بيبقى نفس الطبقتين حور وطبقتين فينش وطبقه الخشب في النص بس اقل. وهنا طبعا ده كونتر طبقات، هو بيبقى الكونتر نفسه طبقات، يعني ده عباره عن طبقات خشب، وعندي الفينش في الاول وفي الاخر. برضو مش كل الخشب، يعني دايما هتلاقي الناس بتقول لك الام دي اف لا ابعد عنه. مش كل الام دي اف تبعد عنه، لان انت عندك حاجات في الام دي اف نظيفه جدا وسعرها يكاد يكون اغلى بكتير حتى من الكونتر الطبقات النظيف. يعني لو بنتكلم مثلا ان ده عامل 3000 جنيه، فاحنا بنتكلم ان الام دي اف ده عامل 4000 جنيه. فانت مش دايما كل الام دي اف سيء، ومش دايما تفتكر ان الحاجه طالما معروفه تمام، وما تاخدش بالمظاهر، لان انت لما هتيجي تبص للمظهر كلهم زي بعض. فركز قوي في النقطه دي بس.